السلام عليكم يا جماعه. انا جاي اقول بس كلمتين يعني لعلهم يكونوا تذكره لاي حد فينا. انا قبليكم. بصوا يا جماعه، انت اختلفت معايا في الراي او اختلفت مع اي حد من صحابك، ده مش عيب ان انت تختلف، بالعكس ده امر طبيعي ان انت تختلف مع اصحابك، مع اي حد إن كان ربنا خلقه ان انت تختلف معاه في الراي، وده شكل طبيعي للحياه. ولكن اللي مش طبيعي ان انت لما تغلط فحد عشان اختلفت معاه في الرأي. مش فاهم يعني انت اختلفت مع اي حد من صحابك او اي حد في الرأي تشتمه ازاي، او ان انت تعلي صوتك عليه ازاي؟ هو بقى في ظاهرة كده ترند في المجتمع العربي، ان انت لو اختلفت مع حد في الرأي لازم تعلي صوتك عليه وتغلط فيه وتشتمه. كده بقيت انت قوي، بقيت صاحب الحق، واللي هو الراجل المحترم الطيب اللي ما بيردش، اللي هو ما بيحبش يخش في مهاترات كتير، بقى ده اللي هو يقول لك ايه، ده عم غلبان، ده خليه قاعد على جنب. لكن ابو صوت عالي ده لا لا لا، خلص له الحاجه عشان مش ناقصين وجع دماغ. ده بقول لك ايه، ده هيعمل ويسوي. وده بالعكس، في ناس كتير قوي بتكون صاحبة حق وبتضيعه، او ما بترضاش ان هي تاخد الحق بتاعها عشان خاطر ان هو يقول لك يا عم انا مش عايز اخش في مهاترات، انا خلاص مش ناقص وجع دماغ والكلام ده كله. ودي مشكله كبيره دلوقتي يا جماعه. بقت في قصص كتير قوي بتنتهي بقله الادب ما بين ناس كانوا اصحاب، ما بين بقوا ازواج، ما بين حبايب، بيقعدوا يشتموا ويقلوا ادبهم على بعض. اوعى تفتكر ان ربنا عشان ميزك بميزه، سواء ان انت عندك فلوس، عندك صحه، عندك جمال، عندك ثقافه، عندك اي حاجه دين، ان ده تستغله في ان انت يعني تبقى مغرور بيه على الناس، او ان انت تستغله في ان انت تكون دايما شايف نفسك احسن من الناس. ربنا اداك ميزه، احمد ربنا عليها واشكره، واللي مش فاهم فهمه. لكن اختلافك مع شخص ان انت تغلط فيه، ده عمره ما كان ولا دين ولا دنيا ولا اي حاجه ثقافه. اوعى تفتكر ان انت لما بتتنمر على حد، حتى لو صاحبك، ساعات بتبقى قاعدين على القهوه كده، واحد يمسك واحد من صحابه كده بيكون غلبان، يقعد يتريق عليه ويمسكه ويعملوا ايه، يطلعه على المسرح ويقعد يتريق عليه، او واحده تعمل في صاحبتها كده. صدقني والله العظيم دي مش رجوله او دي مش مجدعه ان انت تعمل مع حد من صحابك كده. انت بتكسر حاجه جواه حتى لو بالضحك. يا جماعه لازم تفهموا ان الحياه ابسط من كده، والله العظيم الحياه ابسط من كده. كلنا هنسيبها ونمشي، امتى مين قبل مين محدش عارف. لازم يكون ما بيننا وبين بعض كل ود واحترام وادب، عشان قله الادب مفيش اسهل منها. اوعى تفتكر ان انت لما بتقل ادبك على حد هو بيكون ضعيف، هو يقدر يسمعك برضو كلام ملوش اي لازمه، بس هو بيحترم نفسه، تربيته ما بتسمحلوش بكده. انت حط نفسك مكانه، ايه الظروف اللي خليته ممكن يقول الفكره دي او يقول الكلام ده، وانت ايه ظروفك ان انت اختلفت معاه في الراي. بص من الموضوع ده. وحتى يا جدع في حاجه اسمها جبر الخواطر. ممكن تكون مثلا واحد يقول لك على حاجه في وسط الناس، حتى لو معلومه غلط، مش لازم تقول له قدام الناس ان هي غلط. ممكن تاخده على جنب عشان ما تحرجوش قدام الناس، وقول له خلي بالك المعلومه اللي انت قلتها دي ممكن انت تكون بس سهو عليك الامر ان في واحد اتنين تلاته. لكن ان انت تحرجه قدام الناس وتقعد تقول له ما تفهمش وتعلي صوتك عليه وتقل ادبك عليه، والله العظيم دي مش رجوله ومش مجدعه. يا جماعة الأمم لما بترتقي بالأدب والأخلاق والثقافة والدين، ما بترتقيش بقلة الأدب. ولكن المشكلة إن في بعض المفاهيم اللي اتغيرت في حياتنا وفي مجتمعاتنا العربية، إن إحنا لازم نقل أدبنا ونعلي صوتنا عشان نبقى أقوياء. لكن تبقى محترم ومؤدب بيحطوك جنب الحيطة زي الناس الغلابة. ف... فأتمنى من الله إن الناس كلها تفهم الموضوع ده، وتفهم إن الحياة أبسط وكلنا ماشيين ومفيش حاجة مستاهلة. خلي علاقتك كويسة مع الناس وخلي حياتك كويسة، والناس لما تذكرك بكل خير، ما تقولش يا عم ده كويس إن هو غير في داهية. يا جماعة أنا بذكر نفسي قبليكم، وربنا يهدينا ويهديكم. السلام عليكم.